هل كنت تعرف إنه زيت المحرك في عربيتك له فلترين مش فلتر واحد بس؟ وإنه الفلتر التاني ده اللي هو مخفي عنك وحضرتك ما تعرفش عنه حاجة، أهميته أكتر بكتير جدا من الفلتر الطبيعي أو العادي اللي حضرتك تعرفه وبتغيره كل غيار زيت. الفلتر التاني ده المخفي عنك ده، أو القطعة التانية اللي احنا بنتكلم عنها دي، اسمها الأويل سترينر أو مصفة الزيت. ودي مكانها فوق كارتيرة المحرك. يعني حضرتك لما بتنزل تحت العربية وبتفك الكارتير بتاع المحرك أو بيت الزيت، أول ما بتنزل الكارتير بتلاقي مصفة الزيت قدام حضرتك على طول، أو الأويل سترينر. وظيفة مصفة الزيت أو صناع السيارات لما عملوا مصفة الزيت، ما هو حد ممكن يقول لي طب ما هو في فلتر زيت خلاص أنا أحط مصفى ليه؟ المصفى دي وظيفتها إنها بتحوش الشوائب التقيلة إنها توصل لعمود الكرانك أو أجزاء المحرك أو إلى عمود الكمات. فلتر الزيت العادي الطبيعي اللي حضرتك بتغيره ده وظيفته إنه بيحوش الشوائب الصغيرة أو البسيطة. الاويل سترينر او مصفة الزيت لما بيحصل لها انسداد بعد مرور سنة، سنة ونص، سنتين، ثلاثة، ايا كانت المدة، لما بيحصل لها انسداد للأسف ده بيخلي سريان الزيت في المحرك بيقل تقريبا بنسبة 35%. وده رقم يعني خرافي. انت لا تتخيل النسبة دي ممكن تعمل ايه في المحرك بتاعك. طب انا اعمل ايه؟ حضرتك كل سنة او كل 80 الف كيلو وانت بتغير غيار الزيت اللي هو مثلا رقم 6، رقم 7، رقم 8، حسب ماشيك قد ايه، اطلب من الفني انه يفك الكارتير ويخرج المصفى ينظفها ويرجع يركبها تاني ويحط الكارتير ويرجع يحط الزيت بتاع المحرك. مرة يتيمة كل سنة. انا ما بقولكش كل شهر ولا كل 6 شهور، انا بقول لك كل سنة او كل 80 الف كيلو، ايهما اقرب. صدقني الاجراء ده والله هيخلي حضرتك تتجنب دخولك في عمرة. انا يعني مش قادر اوصف لك انه العربيات اللي انا كنت بعمرها 99% منها لما كنت ببص على مصفة الزيت بلاقي مصفة الزيت مكتومة او مسدودة. بفهم اوتوماتيك كده في دماغي من غير ما بقول للعميل انه العميل ده انا بعمر له العمرة دي دلوقتي بسبب ان مصفة الزيت بتاعته مكتومة، وهو مش في دماغه ان هو ينظفها. هو على قد فلتر الزيت الطبيعي بيغيره كل غيار زيت وشكرا على كده. فمن فضلك اهتم بمصفة الزيت، اهتم بمصفة الزيت، اهتم بمصفة الزيت. اتمنى ما اكونش طولت عليك. سلام عليكم.